يجي لنا واحد من داخل اليمن يعمل فيديو وعامل حياة الماعز، خلونا نندف السعودية. ندفوا راسك، ندفوا راسك. إذا تتكلم عن حياة الماعز، أنت عايش حياة الماعز والماعز ذات نفسه. عن أي حياة ماعز تتكلم وتتفلسف؟ أولا الفيلم هذا لما نزل قد واضح وضوح الشمس أنه مستهدف إعلامي ضد المملكة العربية السعودية. إذا في أشخاص سيئين لا يمثلوا 40 مليون سعودي، لا يمثلوا 40 مليون سعودي، خيرهم على الكثيرين وعلى كثيرين من الدول العربية. فاللي بيفكر انه يندف السعودية او يجيب كلام غير كذا، تمام، انسان حاقد، مش محصل النعمة اللي هم فيها من امن وامان وراحة وحكومة ودلال اللي هم عايشين فيه. انت لما تيجي تتكلم من داخل اليمن، انت عايش حياة الماعز وانت داخل بلادك في ارضك بين ناسك، بتشتغل شغل حمار 10 سنين ما بتاخدوا رواتب، بيسرقوكم عيني عينك وانت ساكت وراضي، عايش حياة يعني تحت الحضيض وتتكلم على خلق الله. انتوا بتدفعوا زكاة وانتوا فقراء، انتوا معاكم مهبشين وسرق، معاكم انصار الشياطين، معاكم احزاب الشياطين، معاكم حكومة هاربة من شق وطرف في اليمن كلها على بعضها، ما عندكمش يعني حاجة تفتخروا فيها لما تيجي تقفز للسعودية. السعودية بلد اقتصادها وسياستها يعني ناجح 100%. أكيد بيلاقوا لها ناس أعداء بتدور تستهدف كيف تشوهها. أنت مشوه نفسك بنفسك، يعني تعيبون في الناس، تعيبوا فيهم، والعيب كله في بلادنا.